يعني انا اخر حاجه اتوقعها ان يحصل في الاسدين بتوع قصر النيل كده. شهاب ما تقولش هيهدوهم ولا ايه؟ والله يا ابو الاصدقاء يا ريتهم كانوا هدوهم. تعال اسمع القصه يا حبيبي. لو رحت كده تتمشى على الكورنيش وقلت انك تبص بصه كده على اسدين قصر النيل، هتلاقي ان محطوط قدامهم يافطه بتقول ان هم بيترمموا. طب يا شهاب دي حاجه جميله جدا، المشكله ان يا ريتهم ما ترمموا. الناس وهي معديه من على كوبري قصر النيل لاحظوا ان الاسدين لا مؤاخذه بيترمموا بفرشه ورنيش، واللي خلى الاسدين بعد ما يترمموا يطلعوا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. الاسد ده يا جماعه مصنوع من البرونز مخلوط بالنحاس. شوف شكله كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. لا مؤاخذه بقى شبه استاذ اشرف عبد الباقي في فيلم رشه جريئه. طبعا الناس كلها ما عجبهاش الشكل، خصوصا الفنانين التشكيليين اللي عملوا حمله على تويتر وبيقولوا ان دي مهزله. فقامت وزاره الاثار طالعه ورده وقالوا والله يا جماعه ان الاسدين دول اصلا مش مصنفين اثار، وان والله دي الطريقه الصح لترميمهم. فتقريبا كده الله اعلم يا جماعه اللي كان بيرمم كان ماشي بمبدا الاسود على الاسد بيمنع الحسد. وعلى العموم مصدر الكلام اللي قلته في اول كومنت وكالعاده